السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم البنات، نتمنى كامل تكونوا بخير. والفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم كاملين متهنيات وفي صحة جيدة. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بهاد الكاطو. شوف، حلوة التومة كانت مطلوبة بزاف بزاف. عندي في القناة كانوا كامل يقولوا لي دير لنا حلوة التومة، وما كتبش ربي هذا وين كتب ربي وحضرتها معاكم. بالنسبة للون الفيغ، صدقوني والله بعثتيه ولي قلتي ولي باللي جات شغل جات صورتي مع الفريش اللي درتو في الصالون. والله يا البنات صدقوني جا كل شيء صدفة. انا كنت وجدت الفريش هذالا اللي خيطتو لي جوتي والكاشيريدو اللي كنت خيطتهم للعيد، جاو صدفة مع النوارات هذولا. كانت اللي خدمت لها لا كوموند هذه لا قالت لي ديرهم لي في الفيغ. والله جاوني صدفة مع لا كولور. كما راكم تشوفوا جبت لكم الوصفه تاع التومه بمقادير مضبوطه، بحشو يقعد اطول مده طري. العجينه تاني البنات تقعد لكم طريه بطريقه مبسطه بجميع اسرارها، باه تنجح لكم التومه تاعكم وتجيكم بومبي وتجيكم طريه وبنينه. هنا أول حاجة نبدأ بها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد. هيا معايا البنات، نبدأ على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. هنا أول حاجة نبدأ بها اللي هو الغاناش، باسكو الغاناش تاعنا لازم نجمدوه، لازم البنات يجمد. أول حاجة واش درتها، نحكم الشوكولا تاعنا. هذه هي الكريمه اللي كنت كريمه السائله اللي خدمت بها. ضروري تكون الماده الدسمه تاعها 35. لو كان البنات ما ديروش بهذه تاع 35 ما ينجح لكمش الكاناش نتاعكم. هنا واش اللي حكمت درت مزيج ما بين الشوكولا سوداء والشوكولا بالحليب. درت 200 غرام شيكولا بالحليب و200 غرام شوكولا سوداء. اسمها 400 غرام شوكولا مع 200 غرام تاع الكريمه السائله. كما راكم تشوفوا نضيفوها. هنايا هاي جاتني زايدين 3 غرامات، ما يهموش نورمال. نحكم نخلطهم مليح المكونين مع بعضهم حتى ينسجموا. من بعد نجي نضيف لها كما راكم تشوفوا، نضيف لها الكاطو. انا درت 120 غرام تاع كاطو كنت رحيته. زدت ضفت عليها 100 غرام تاع لوز مرحي خشينه البنات كيما راكم تشوفوا. نديروه خشين باش كين شغل كي ناكلوا الحبه تاعنا تاع الكاطو يبان لنا هذاك اللوز نتاعنا نسبنوه. فوالا، واللي حبت دير الجوز دير الجوزه. نخلط كل شيء مع بعضها حتى ينسجموا. نغطي الكاناش نتاعي بكيس بلاستيكي، طبعا لازم يلامس السطح، ونخليوه بجيه. من جهه اخرى نروح نحضروا مع بعضنا العجينه تاعنا. هنايا عندي 500 غرام لوز بودره. هنايا اللوز لازم تشريوه هكا مرحيه البنات بودره، ماشي ترحيوه في الدار، هذه خطوه مهمه. نضيف عليها 500 غرام تاع سكر ناعم. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا البنات قلت لكم 500 غرام تاع لوز بودره يقابلوا 500 غرام تاع سكر ناعم، معناتها نص كيلو تاع لوز بودره مع نص كيلو تاع سكر ناعم. نمزج المكونين مع بعضهم كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه كما راكم قاعدين تشوفوا فيا، باش ينسجموا لنا مليح. فوالا
من بعد نزيدو نضيفولو ملعقة تاع ملون أبيض. الملون الأبيض تاني البنات ضروري باش الحبة تاعنا تاع التومة تجينا بيضة، باش من بعد البنات كي نديرو لها لاكخي يبان عليها. لو كان ما نديرولوش الملون الابيض شغل تجينا هكا بصفوره. هنا نضيفو ملعقه كبيره، انا درت زوز صغار، نتوما ضيفوا ملعقه تاع الماكله كبيره. فوالا نخلط كلشي من بعده، وبعد نجيب الروبو تاعي ونبدا نرحي بالشويه. هنايا نرحيو بالشويه كيما راكم تشوفوا. نعاودو نرحيو هذاك السكر واللوز تاعنا مع بعضها، نرحيو هنا بكميه صغيره كيما راكم تشوفوا. والكميه اللي نرحيوها البنات نغربلوها. مهمه الخطوه هذه، لا لازم تغربلو اللوز نتاعكم بعد ما ترحيوه هو والسكر. ماشي البنات تروحوا طول تحكموا اللوز تاعكم تقولوا اللوز وبودره والسكر وبودره. خلي بالك من، لازم البنات الخطوه هذه ضروريه باه تجيكم الحبه تاعكم تاع التومه تجي واقفه وتجي ملسه. فهمتيوني؟ ما تجيكمش الكعبه تاعكم تاع التومه تجيكم مشقه. لازم تتبعوا الخطوات هادو ضروريين. فوالا بهذه الطريقه نرحيو بشويه ونغربلو، نرحيو بشويه ونغربلو حتى نكملوا الكميه تاعنا كامله بهذه الطريقه كما راكم قاعدين تشوفوا فيا. فوالا انا البنات نقول لكم ما تنسونيش بهذاك الجيم والتعليق المحفز، وبارطاجيو لا فيديو هكا باش لا فيديو تاعنا يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. واما المتتبعات اللي دخلوا معايا جدد نقول لكم مرحبا بكم. القناه قناتكم هكا انضميتيو للعائله تاعنا الصغيره. شفتيوا البنات بهذه الطريقه نرحيو اللوز نتاعنا. فوالا كي نرحيوها تجينا الكعبه تاعنا متحوفه ملسه. كي نكبوها البنات شغل تجي الكعبه تاعنا واقفه. شوفوا هنايا هادوك الشوائب اللي نحينا اللي قعدوا لي فوق الصفايه، هادو ضروري لازم نحيوهم. شوفوا البنات فوالا هادو ضروري جدا ان نحيهم. هنا بعد ما غربلت ورحيت اللوز نتاعي ولا الخليط نتاعي، واش نروح ندير؟ نروحو نلموه. فوالا شوفوا هكا يا البنات، هكا يبان لكم باللي راهو ناعم خلاص. شوفوا في اليد بك يبان باللي راهو بودره خلاص. واش نروح نجيبو؟ هنايا رحت درتو في القصعه هذه الكبيره باش يجيني تجيني الخدمه سهله. ضفت له ملعقه كبيره تاع الزبده. الزبده لازم تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. فوالا نزيد نضيف له ملعقه كبيره تاع جلوكوز. فوالا نخلط مليح هذاك اللوز تاعي نلموه بالزبده وهذا الجلوكوز. وانايا العجينه تاعي ما رانيش رايحه نلمها بالشربات، راني رايحه نلمها بالمزهر. شوفوا لو كان نلموها بالشربات تجينا حلوه. هنا اللي حبت تلمها بالشربات تلمها بالشربات، مي بصح تجي حلوه تقهم يا البنات. ديجا الكميه تاعنا راهي فيها كميه كبيره تاع السكر، كي نزيدو نلموها بالشربات تجينا حلوه تقهم، باسكو الشربات رانا نديروه ما وسكر. انا هنايا راح نلمها بالمزهر. فوالا ندخل مليح هذيك الزبده تاعي والجلوكوز كيما راكم تشوفوا في اللوز نتاعنا والسكر بهذه الطريقه. نحاولوا البنات ما نخليوش هذاك الجلوكوز نتاعنا كيما نقولوا مكعبر فيها، نمحروه مليح بيديا. شوف كيف راني قاعده نخدم بكفاف يدي. فوالا بهذه الطريقه ندخلوه مليح بالاصابع ونزيدو نحبكوه بكف اليد مليح مليح.
فوالا بهذه الطريقه. فوالا ونبداو نلمو بالماء الزهر. هنايا كي تعودوا تحطوا في الماء الزهر يا البنات ضيفوا بشويه ولموا هكا باه ما تجرالكمش العجينه تاعكم. لو كان تجرالكم العجينه راهي ما راهيش رايحه كيما نقولوها، تنجموا من بعد تشكلوا الحبيبات نتاعكم تاع الكاطو. ضيفوا بشويه ولموا بشويه ولموا حتى تتحصلوا على عجينه طريه وفي نفس الوقت كيما نقولوا متماسكه ملمومه، ما تفتفتش معاكم، وتاني ما تكونش تلقى روحها خلا، تكون مليحه برك. بهذه الطريقه نلمو نعجنو بهذه الطريقه كيما راكم قاعدين تشوفوا فيا. ماشي تروح تكبكب لها الزهر حتى تجري لك ومن بعد تقول الوصفه ما نجحتليش. رش بشويه ولم، رش بشويه ولم حتى تحصل على عجينه طريه متماسكه بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا فيا. هنا زربت لكم شويه لا فيديو باه ما يجيناش طويل. بهذه الطريقه نلموا العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على عجينه ملسه وطريه. فوالا هنا درتها حربوش كيما راكم تشوفوا. نجيب البابي فيم ونلمها مليح، لازم الهواء ما يقيسهاش. فوالا. وتاني نصيحه اللي نمدها لكم، كي تبلوا العجينه تاع التومه لازم البنات ما ديباسيش ساعه، ماكسيموم ساعه، تخليوها ترتاح ساعه وتبداو تشكلوا في الحبات نتاعكم. هنايا نروحوا نوزنوا مع بعضنا الكاناش نتاعنا. فوالا هنا الكاناش نتاعي وزنته 20 غرام، 20 غرام وزنته. نكبوه كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه ونحطوه في المجمد. ضروري الخطوه هذه تانية البنات لازم تحطوه في المجمد. فوالا الفيديو تاع اليوم برعايه ضروري، ملي بديت ندير في لا فيديو نقول لكم ضروري. فوالا وهادو هما الوريدات اللي ديكوريت بهم التومه تاعي. فوالا اللي حبيت نشارك معاها كيف هي تخدموا هاد الوردات تخلي لي بك في لي كومونتير، وانا من عيوني راني رايحه نشاركهم معاكم. والعجينه تاعي كنت وزنتها 40 غرام. فوالا هاي البنات 20 غرام، مدت لي 28 حبة وقعدت لي هذيك الحبة الصغيرة. وهنا كي تعودوا توزنوا في العجينة تاعكم لازم الحبة اللي توزنوها تغطيوها باسكو باه ما يقيسها لكمش الهواء. فوالا من بعد نزيدو نخرجوا من الكونجيلاتير، نخرجوا الحبيبات نتاعنا تاع الكاناش. شوفوا كيفاه جامدين. هنا كي يعود الكاناش نتاعكم جامد تجيكم العمليه تاع تشكيل التومه سهله. فوالا لو كان نديروا الكاناش تاعنا الكاناش تاعنا ماهو جامد راهي رايحه العجينه تاعنا راهي رايحه كيما نقولوا تتسنسخ بهذاك الشوكولا، ما تجيكمش الكعبه متحوفه ما تعرفوش تشكلوها. هذا هو الدور باش نجمدوا الكاناش نتاعنا. هنا واش نجيبو، شوفوا الطريقه كيفاه راني قاعده نخدم في العجينه تاعي. نحكموا العجينه تاعنا نديرها باطراف الاصابع كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، ونحط الكاناش تاعي في النص ونبداو نلمو عليه من الاسفل للاعلى حتى يتغطى لنا الكاناش تاعنا هذا كامل بهذه الطريقه، ونبداو نكبو في الحبة التومه تاعنا. فوالا هنايا اللي كبوها مليح باه ما تجينيش الحبه تاعنا ماهيش متحوفه. فوالا بهذه الطريقه باه تجينا الحبه متحوفه وواقفه. فوالا نشكل هنايا الحبيبات بهذه الطريقه. نزيد نحضر معكم حبه خلاف.
فوالا قلت لكم لازم كي الحبه اللي نديروها لازم نغطيو الحبيبات اللي بقاو هكا باش العجينه تاعنا ما تشيحلناش. فوالا بهذه الطريقه نلمو من الاسفل للاعلى ونبداو نكبوه في الحبه تاعنا. فوالا حتى نتحصلوا على حبه ملسه واقفه بومبي كيما نقولوا بهذه الطريقه. فوالا ان شاء الله نكون بسطت لكم الطريقه وعطيتكم كامل لي زاستيس باه تنجح لكم من اول تجربه ليكم. فوالا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. انا هنايا نجيبو لاكخي اللي راني رايحه نخدمو بيه. نحكمو الكوبات نتاعنا، نقطعو الكعبه على زوز، نزيدو البنات نقطعوها على 4، نزيدو على 6 ونزيدو على 8 بهذه الطريقه كما راكم قاعدين تشوفوا فيا. فوالا هذه هي الشكل اللي رانا حابينه حنايا. نجيبو الكوبات نقطعو الكعبه على زوز، نزيدوها على 4، ما نوصلوش حتى لداخل البنات، جوست كيما نقولوا نعينو. فوالا نزيدو على 6 ونزيدوها على 8. هذا هو الشكل التومه اللي تحصلنا عليه. هكا الوريدات اللي راني راح نحطوهم كما راكم تشوفوا هنايا. تحبوا تلصقوهم بالغراء الغذائي ولا بشويه تاع جلوكوز. فوالا هكا باه تلصق لكم الورده تاعكم هذيك. فوالا هنا واش نروح نجيبو لاكخي راحت لي الهضره ديال البنات. لاكخي اللي راني رايحه ندير به درت هنايا مزيج ما بين لاكخي دوغي ولاكخي لارجونتي. نزيد هنا نحضر معاكم حبيبه. شوفوا كيفاه البنات نحكموا بالاطراف الاصابع، نبسطوا هذيك ولا نطرحوا هذيك العجينه، نحطوا الكاناش نتاعنا في الوسط ونبداو نلمو في العجينه كما قلت لكم من الاسفل للاعلى. فوالا ونبداو نبرمو. هنا بالنسبه للكاناش ما تجبدوش الكميه كامله من الكونجيلاتور هكا باه ما يطلق لكمش روحو. جبدوا كيما نقولوا جبدوا بالخمس كعبات كي تخدموهم وتشكلوهم، زيدوا جبدوا حتى تفضوا الكميه تاعكم كامله. وفوالا بهذه الطريقه نشكلوا الحبيبات نتاعنا اللي وصلت هنايا. نقول لك ما تنسانيش بهذاك الجيم والتعليق لحلو كيما نتوما لحلو وين بارطاجيو البنات لا فيديو هكا باش يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. فوالا قلت لكم نقطعوها على زوز، نزيدوها على 4، نزيدوها على 6 ونزيدوها على 8. ومن بعد جيبو بانس ولا جيبو فرشيش كيما هكالا ونبداو نديرو في لاكخي تاعنا بهذه الطريقه. شوفوا البنات كيف راني قاعده ندير في لاكخي بهذه الطريقه. نحاولوا نعدلوها باش تبقى لنا الحبه تاعنا تاع الثوم بومبي. نجيبوا الموس نقلبوها البنات ماشي على الجهه هذيك الماضيه من الجهه الاخرى، ونبداو نعاودوا نطراسيو هذوك الخطوط نتاعنا هكا باه يجيونا باينين والحبه تاعنا تجي متحوفه.
بهذه الطريقه. ما توصلوش حتى لداخل، جوست البنات طراسيو بالخفيف برك هكا باش نعاودوا عفوا شغل يجينا هذاك الطراساج تاعنا، يجينا البنات كيما نقولوا متقون. فوالا بهذه الطريقه. من بعد نجيب الحبيبات نتاعي. هنا كنت ذوبت شويه تاع الجلوكوز ولصقتهم به ما يتنحاوش الحبات نتاعنا تاع الوريدات. وهذه هي الكاطو تاعنا. هنايا ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله كما نقولوا تحضروا الوصفه هذه. لا رانا جايين كما نقولوا فصل الصيف، فصل الافراح، فصل المناسبات. ان شاء الله تحضروا هذه الحلوى هذه. لا الناجحه تاع وليداتكم، كاين اللي يداو ولدها البيام، كاين اللي يداو 5 ايام، والاصحاب الباك، الافراح، الاعراس. شوفوا الحلوى هذه كتحطوها في الصينيه تاعكم همه وشان، حلوى بنينه برستيج ما شاء الله. هذا هو التقديم اللي كنت قدمتها به، درتها في الكيسات كما راكم تشوفوا. هذا اللون الاخضر، هذا الملكيه البنات اعطاها كما نقولوها اعطاها منظر بزاف بزاف مليح كما راكم تشوفوا. ويبقى الحشو تاعها الطري الاطول مده، سواء الحشو ولا لاباط نتاعنا متفتفت طري على حاله. وهنايا كيما عودتكم في كامل الوصفات وكامل الفيديو نوري لكم البنات الشكل النهائي تاع الحلوى، ولا كيما نقولوها صدقوني الحلوى هذه عطيتها لكم بكل الحب. بسطت لكم في كامل طريقه التحضير نتاعها. ان شاء الله تكون كنت كما نقولوها قد المسؤوليه، ووعدتكم ونستسمح كامل ملي كنتو طلبتيو مني الوصفه وما قدمتها لكمش. كما قلت لكم في بدايه الفيديو، هذا وين كتب ربي سبحانه به نحضرها معاكم. شوفوا لي ديك الطراوه نتاعها، الحشو تاعها طري، العجينه تاعها البنات ولا لاباط نتاعها الطريه ما تجيش تتفتفت. شوفوا كيفاه طريه ما شاء الله. شوفوا البنات، وهذاك الجوز شفتيوه كيفاه باين كي تعودوا تاكلوا فيه تحسوا بالطعم تاعو. هنا ما عليا غير نقول لكم لنا موعد جديد في فيديو جديد.